السلام عليكم، رمضان كريم، يعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. ما كنت بنزل فيديو ولكن كثرت الأسئلة. مشاركتيش السنة بمسلسل، يا رأفا فين بنشوفك، ليش ما هلكش بمسلسلات؟ قالي عروض بس أنا رفضت بسبب شغلة كانت أشتهي أعمله وعملت الحمد لله. ليش المواهب الصاعدة ما حد يلتفت لهن؟ فكرت أعمل مسلسل وعملت مسلسل وسمينا 1-0. جمعت كوادر كله موهوبين جدد، لهم أدوار كبيرة ولهم ظهور حلو متميز واشتغلوا شغل جامد. جلست شهر كامل أدربهم اللي هو ككادر فني، رغم ان كان عندي قصور ببعض الحاجات، مش نقد اني ذيك الفاهم ما شاء الله، بس عندي كذا معلومات وحاجات، واستعنت ببعض الاشخاص واستعنت ببعض الحاجات. عمنا جوجل ما قصرش معي، منهم من مسك اضاءة، من مسك صوت، منهم راكور حركة. من المعلومات اللي اكتسبتها انا مسلسل 1-0 15 حلقة، خفيف لطيف وهادف، يتكلم عن قضايا مهمة، ما تطرقناش لأي حاجة يعني كذا ولا كذا. الحمد لله. كان هو بمرحلة المنتج اتأخرنا بسبب النكبات اللي حصلت لنا. كان المفروض يعرض في رمضان، اتفقت مع أحد القنوات. أما عن حكاية أنا ليش غايبة، فأنا غايبة علشان عملت لكم مسلسل. إن شاء الله المسلسل لو قدرنا إن احنا نمنتج، قدرنا نعرض حتى بنص رمضان، ما قدرناش قدر بيكون عيدي، بنحاول نحن نقدمه عيدي. أنصح أي حد بعدي لا يقربش مع مبتدئين، ولا يقربش علشان الخسارة. لازم يكون عندك حد داعمك، شركة متبنية المشروع، يعني حاجة تقدر تجيب منه. ما طللت بسبب النكبات اللي حصلت لي. تخيلوا احنا كممثلين مستحيل تتعاقد مع شركة او تتفق مع شركة ولو حتى اتفاق شفهي. مستحيل انك تسيب الشغل من نصه لمجرد ان معك مثلا عزومة. لأن الصراحة الممثلين اللي عندي كان أمرهم عجيب غريب، يعني ما يجيش روح من الاختبار تعبان شوية، أجلي المشهد يعني. تخيلوا نفسيتي كانت 0 الحمد لله، ولكن استعدتها بإذن الله. استعدتها. كمان معي نكبات كبيرة حصلت. المنتج قتلني، يعني شهر كامل ننتظر المنتج علشان يصبر، ما صبرتش. يعني كانت النكبة الكبيرة حكاية المونتاج. يوم ما بنقدم الحلقات ظهرت لي مشكلة المونتاج، رجعنا نمنتج من جديد ونشتغل من جديد وكله من جديد، وتأخرنا بالعرض وتأخرنا بتقديم النموذج وتأخرنا بكل حاجة. جمهوري الحبيب، أنا بدونكم لا أقوى. أنتم اللي بترفعونا أو بتنزلونا. يعني أنتم لما تشوفوا المواهب الصاعدة وشغلهم النظيف وحلو، حتى لو في أخطاء بتتعامل سواء كونهم مبتدئين، انتم لما تشوفوا الكوادر ظهرت بشكل حلو وأدت الرسالة بشكل جميل، أكيد بتدعموهم. فلو ما اعترضش بأي قناة، احنا بنعمل قناة على اليوتيوب وبنعرض المسلسل، فالداعم الوحيد هنا أنتم. أنا عملت اللي علي والباقي على الله. وحابة أشكر من قلبي كل ممثل كبير قدير شارك معي بالعمل. طبعا في ممثلين قال لي احنا جنبك، ابدأي، انت بنت عز وحابة تعملي حاجة وحابة تظهري مواهب وحابة تنتجي عمل، وكلهم رافضين الفكرة ورافضين انه بنت تعمل شي زي كذا، بنت تنتج مسلسل. احنا معك. شكرا لكل ممثل قدير كبير جا معي وشاركني ودعمني بهذا الفكرة، وكان له حضور مميز وحضور جميل جدا. بتعرفوا الممثلين منهم ذول اللي وقفوا معي، أشكرهم جدا من أعماقي. وشكرا للي قال بتفشل، بتعمل، ما بتنجحش، ما هليش، لا 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 لا, لا اللي ولولوا. وشكرا لكم، لأنني بثبت لكم إن إحنا عملنا عمل ما عملته الشركة بملايين الدولارات، وإحنا بمبالغ بسيطة ومجهود شبابي وشغل طلع حلو. انتظرونا في مسلسل 1-0 على قناة إيش من جداري. ومتى ما نجدر إن شاء الله بيكون عيدي، وعلى القناة اللي اتفقنا معه مسبقا. ما بصرحش بأي قناة بيكون علشان ربما ما ينقبلش، سبحان الله العظيم. إن شاء الله نلتقي بكم بمسلسل 1-0. شكرا.